استعدوا معايا لرحلة ملحمية في عالم المعجزات والأبطال الأسطوريين. في الفيديو ده هنتكلم عن بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى وهارون، وإزاي اتدهورت بيهم الأحوال والحروب اللي دخلوها مع العمالقة، وإزاي فقدوا تابوت العهد، التابوت اللي كان بيعتبر من أهم الممتلكات بعد موت سيدنا موسى. وهنتكلم عن سيدنا داوود النبي والملك البطل اللي رجع لبني إسرائيل هيبتهم بعد موت سيدنا موسى. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود، وأحب الصيام إلى الله صيام داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. تفتكر ليه سيدنا محمد قال عنه كده؟ وإيه اللي حصل ما بين داوود وجالوت الملك الجبار اللي ما كانش بيهيب أي حد؟ تعالى معايا نعرف كل ده في حلقتنا النهارده، ويلا بينا. بعد موت سيدنا موسى وهارون أصبح بني إسرائيل بدون ملك أو والي، عشان كده اتولى أمر بني إسرائيل نبي منهم اسمه يوشع بن نون. يوشع بن نون ده هو الطفل اللي كان مع سيدنا موسى في الرحلة اللي فقدوا فيها الحوت، وقابله بعد كده الخضر. ولما كبر اتولى أمر بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى. سيدنا موسى قبل موته كان واعد بني إسرائيل بأرض فلسطين في التوراة، عشان كده بعد موت سيدنا موسى دخلت بني إسرائيل في حروب عشان تاخد أرض فلسطين. المهم فضل الحال المستقر في فترة حكم يوشع بن نون لحد ما مات. فبعد موت يوشع بن نون اتولى امر بني اسرائيل شويه قضاه منهم، لكن بسبب ضعف القضاه دول اصاب بني اسرائيل الضعف والوهن، وانتشرت فيهم المعاصي والمنكرات وعبدوا الاوثان والاصنام. ده غير ان في الفتره دي بعت ربنا سبحانه وتعالى شويه انبياء لبني اسرائيل عشان يلحقوهم من اللي هم فيه، لكن بني اسرائيل كانت بترفض الدعوه دي. ويا ريت كان كمان الموضوع ده كان مقتصر على رفض الدعوه بس، ده كان كمان بيقتلوا الانبياء دول. بني اسرائيل كان اكتر الاقوام اللي ربنا اداهم فرص وعفى عنهم، لكن لما بني اسرائيل تمادوا في المعصيه والموضوع زاد عن حده سلط عليهم ربنا اقوام اقوى منهم بكتير زي العمالقه اللي دخلوا معاهم في حروب وخسروا كتير من شعبهم في الحروب دي. على مدار تاريخ معارك بني اسرائيل كان عندهم عاده متوارثه في حروبهم، وهي انهم كانوا بياخدوا معاهم تابوت العهد عشان كانوا بيتباركوا بيه. كانوا بيعتقدوا ان وجود التابوت معاهم في الحرب معناها النصر. لو ما تعرفش يعني تابوت العهد ده كان عباره عن تابوت فيه بقايا من اثار سيدنا موسى وهارون زي الالواح او عصا سيدنا موسى والنسخه الاولى من التوراه. وكان التابوت ده يعتبر اهم حاجه كانوا بيمتلكوها بعد موت سيدنا موسى. خلي بالك انت عملت تتفرج من اول الفيديو ولا عملت لي لايك ولا عملت اشتراك على الصفحه، فانزل تحت اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك على الصفحه وفعل زر الجرس عشان يجيلك الحلقات اللي بعد كده. فانا مع اخوك يعني ما تخليهاش كده. المهم يلا بينا نكمله. جه في مره حصل معركه ما بين بني اسرائيل واهل غزه وعسقلان. اتهزم في المعركه دي بني اسرائيل هزيمه كبيره قوي، واتقتل منهم اعداد اكبر. واقول لك بقى على الاضخم اتاخد منهم التابوت كمان. ايه التابوت اللي كانوا بيتباركوا بيه واللي فيه اثر سيدنا موسى؟ ايوه يا عم هو. تاخد بقى الكبيره الملك بتاعهم اتقتل كمان. يوه ده كده بقت حوسه بقى. وهي فعلا بقت حوسه، لان بعد الهزيمه وموت الملك بتاعهم وفقدان التابوت اصبح بني اسرائيل كان غنم بلا راعي. فضلوا على كده الفتره لحد ما هيئ ربنا ملك منهم كان غلام اسمه شموئيل. اختاروا ربنا وتولاه بعنايته وجعله نبي عليهم، وبعتوا لبني اسرائيل عشان يدعوا لدين الاسلام وتوحيد الله وتركوا عباده الاصنام اللي عبدوها بعد موت سيدنا موسى. فلما بدأ شموئيل يدعو بني إسرائيل لدين الله طلبوا من شموئيل إن ربنا يقيم عليهم ملك عشان يقاتلوا معاه في الحروب بتاعتهم، لأن الملك بتاعهم مات في الحرب اللي فاتت زي ما قلت لك. لما طلب شموئيل من ربنا إن هو عين عليهم ملك زي ما طلبوا، رد ربنا سبحانه وتعالى عليه زي ما تم ذكره في القرآن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. يعني كان رد ربنا سبحانه وتعالى عليهم إن هل لو هو بعت لهم ملك زي ما هم عايزين هيقاتلوا معاه ولا هيفروا من القتال؟ قالوا احنا ما نقتلوش ليه؟ احنا كده كده خسرانين الحرب واتطردنا من أرضنا واتاخد مننا التابوت كمان. فأمر ربنا إن هو عين عليهم ملك منهم اسمه طالوت. طالوت كان عنده قوة جسمانية كبيرة وعلمه كان كبير وكان عنده خبرة في المعارك، لكن بني إسرائيل تمردوا عليه. يا حول الله يا رب، مش هما اللي قالوا احنا عايزين ملك عشان نقاتلوا معاه؟ ما هو ملك اهو. قال لك لا طالوت مش جاي معانا. ايوه يعني ليه انتوا مش عايزين طالوت برضه؟ قال لك بص الصراحه طالوت فقير وما عندوش مال، واحنا عندنا ناس اغنى وحق منه، فلو هترسى على طالوت احنا نعينه حد من عندنا وخلاص. فرد عليهم شموئيل وقال لهم ان ده اللي ربنا اختاره عليكم ووهبوا العلم والجسم وعنده علم واسع بالحروب. فلما خاطب طالوت بني اسرائيل ان ربنا وكله عليهم هم ما كانوش مصدقين ورفضوا ان هم يقاتلوا معاه، وقالوا له ايه اللي يثبت ان ربنا عينك علينا ملك؟ فرد عليهم وقال لهم طب انا لو جبت لكم ايه تثبت كلامي هل هتصدقوني؟ انا هجيب لكم التابوت اللي اتاخد منكم في الحرب. فبيني وبينك بني اسرائيل ما كانوش مصدقين الموضوع ده. ذكر الموقف ده في القران في سوره البقره كالاتي: وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. وفعلا جت الملائكه بالتابوت وحطوه قدامهم.
واول ما شافوا التابوت والالواح وعصا موسى اللي كان فيه قالوا احنا صدقناك وهنقاتل معاك. طالوت 80,000 من بني اسرائيل عشان المعركه، وهم في طريقهم الطريق كان طويل فاشتد بيهم الحر والعطش لحد ما وصلوا النهر ما بين الاردن وفلسطين، وهم عشان عطشانين راحوا عشان يشربوا من النهر. فطالوت قال ان هو يختبرهم فامرهم ان محدش يشرب من النهر ده، واتذكر برضو الموقف ده في القران في سوره البقره. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا. يعني ان النهر ده اختبار من ربنا ليكم فمحدش يشرب منه الا لو هياخد منه شويه بايده زي كده. وللاسف طبعا بني اسرائيل كعادتهم ما سمعوش الكلام وراحوا شربوا من النهر ده ما عدا عدد صغير جدا. زي ما قلت لك كان عددهم 80,000. اللي ما شربش من النهر ده وفضل مع طالوت كان عدد ما عديش ال 400. تحديدا عدد بيتراوح ما بين 300 320 فرد. فانت متخيل الجيش كان قد ايه وبقى قد ايه. رجع الباقي لمصر وكمل طالوت باللي كانوا معاه لحد ارض المعركه. لما وصلوا هناك لقوا جيش كبير جدا يتخطى عددهم بمراحل، وكان ملك الجيش ده اسمه جالوت. جالوت ده كان ملك ظالم جبار ما كانش بيهيب حد، كان مستقل جدا بجيش بني اسرائيل. قال لك كده يا عم ده احنا هنخلص عليهم في كلمه. لما شاف جنود بني اسرائيل العدد الكبير بتاع جيش جالوت استقلوا بعددهم وبداوا يخافوا وامتنعوا عن القتال. قال لك ايه ده كل ده احنا مش هناخد في ايدهم غلوه. بس كان في الجيش ده شويه علماء ومؤمنين قعدوا ان هم يثبتوا الناس اللي خايفه ويبشرون بنصر ربنا. فلما تقدم طالوت والجيش اللي كانوا معاه عشان يبداوا المعركه طلب جالوت من جيش بني اسرائيل ان يتقدم جندي عشان يقاتلوا فرد الفرد قبل بدء المعركه. بص هو جالوت كان مغرور وكان شايف نفسه ومن الاخر كان عايز حد يستعرض قدامه، ولسوء حظه يتقدم جندي من جيش بني اسرائيل اسمه داوود. ايوه هو سيدنا داوود. كان سيدنا داوود في جيش بني اسرائيل هو وابوه عيش. فلما اقبل سيدنا داوود عليه السلام على جالوت احتقره واستظهره وقال له ارجع فاني اكره قتلك. فرد عليه سيدنا داوود وقال له ولكني احب قتلك. فجالوت اتعصب وشاف ان ازاي جندي صغير زي ده يقول له الكلمتين دول، وحس ان هو اتقل منه. فبدا القتال ما بين سيدنا داوود وجالوت، وقتل سيدنا داوود جالوت، وبدات المعركه ما بين جيش بني اسرائيل وجيش جالوت. وبرغم العدد الصغير لجيش بني اسرائيل الا ان هم هزموا جيش جالوت، وانتهت المعركه بنصر ربنا لجيش بني اسرائيل. بعد انتهاء المعركه شاع اسم داوود ما بين بني اسرائيل، فربنا اعطاه الملك والنبوه والعلم الوارث. في الوقت ده زادت الانتصارات في الحروب على ايد سيدنا داوود، وعز الله بني اسرائيل على ايد سيدنا داوود بعد الذل والمهانه اللي كانوا فيها. واجتمع بني اسرائيل بعد موت ملكهم طالوت على مبايعه سيدنا داوود على الملك، فاصبح سيدنا داوود هو ملك بني اسرائيل وهو لسه ما كملش 30 سنه. ولما وصل سيدنا داوود لسن ال 40 اداله ربنا النبوه مع الملك وجعل رسول لبني اسرائيل، فدعاهم لتطبيق شريعه التوراه المبنيه على الاسلام والايمان بان رب العالم ده كله هو الله وان لا خالق الا الله. ربنا اعطى سيدنا داوود فضل وخير كتير جدا، وكان من نعم ربنا على سيدنا داوود ان اداله صوت حلو قوي. فكان من حلاوه صوته لما كان بيسبح ربنا كان بيسبح معاه الطير والجبال. كان لما يجي يقرا الزبور كان الطير بيقف على الاشجار عشان يستمع لقراءته، وكانت تردد معاه الجبال في العشيه والابكار. العشيه والابكار اللي هو شروق وغروب الشمس، وكان بيستمع له الجن والانس والدواب. وبالرغم ان صوته كان حلو قوي الا انه كان سريع القراءه مع التدبر. فكان على سبيل المثال لما كان يؤمر حد ان هو يحضر له الدبه بتاعته عشان هو مسافر كان يقرا الزبور كله كامل من اوله لاخره قبل ما يتم تجهيز الدبه. مره وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءه ابو موسى الاشعري وهو بيقرا القران، كان صوته حلو قوي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اعطيت مزمارا من مزامير ال داوود. فرد عليه ابو موسى الاشعري وقال له يا رسول الله اكنت تستمع لقراءتي؟ قال نعم. فرد عليه ابو موسى وقال له لو علمت انك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت سمعتك صوت احلى من كده. على فكره المزمار دي كان بيوصف بيها صوت سيدنا داوود اللي كان بيقرا بيه الزبور، مش المزمار الثاني اللي بيتعذب بيه. وكان برضه من صفات سيدنا داوود انه كان بيقوم الليل ويصوم في النهار، وكان بيقضي جزء كبير من يومه في عباده الله عز وجل زي ما تم ذكر ده في القران. واذكر عبدنا داوود ذي الايدي انه اواب. ومعنى ذا الايدي اي ذا القوه في العباده والعمل الصالح. ومن نعم ربنا عز وجل على سيدنا داوود انه علمه لغه الطير، بمعنى ان هو كان بيعرف يتكلم معاهم ويخاطبهم. وكمان ربنا الان ليه الحديد، فكان الحديد في ايده زي العجين، فكان يقدر يشكل منه اللي هو عايزه من غير مطرقه ولا نار. فكان بيصنع منه الدروع والسيوف بايده. كان سيدنا داوود عليه السلام غيور جدا على اهل بيته، فكان لما يخرج يروح الحته كان بيقفل البيت عشان محدش يخرج ولا يطلع منه. لحد في مره وهو خارج قفل البيت زي عادته، فجت امراه بعديها وهي معديه شافت راجل جوه البيت. قالت ازاي يا راجل يخش بيت داوود وهو مش موجود؟ ده كده في حاجه غلط ولازم الناس كلها تعرف. وفعلا شاع الخبر بسرعه ما بين الناس لحد ما وصل الخبر لسيدنا داوود. رجع سيدنا داوود بسرعه للبيت. لما فعلا دخل البيت وقابل الراجل ده قال له انت مين؟ فرد عليه الراجل ده وقال له انا الذي لا يهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب. فعرف داوود ساعتها ان ده ملك الموت وان خلاص جه وقت موت داوود. فرد عليه سيدنا داوود عليه السلام وقال له انت اذا ملك الموت فمرحبا بامر الله. فمات سيدنا داوود ساعتها وهو عنده 100 سنه. فلما راحوا عشان يدفنوه كان اليوم ده الجو حر جدا والشمس كانت حاميه. فامر سيدنا سليمان عليه السلام ان الطير يضلل على سيدنا داوود.
لحد ما وصل لحد القبر ودفنوه. وهنا تنتهي قصة حياة سيدنا داوود، وينتهي كمان معاها الفيديو بتاعنا. ولو عجبتك الحلقة بقى اعمل لايك واشتراك على الصفحة، سواء انت على يوتيوب او على فيسبوك، عشان تتابع الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. وبس كده، كان معاك يوسف جابر.